لو كسبتني الجيم ده انا موافق انك تشاركني في فرع الرياض. يا عم هو حد عارف يكسبك اصلا؟ يا ساتر على الارض، ومن شر حاسد اذا حسد. حسد؟ هو في حسد ينفع معاك؟ ها، شكرا زياو. خد بالك من بنتك. نعم، وانت مين؟ منار. اصل زي ما تقول كده منار تعرف واحد على جوزها، ولو ادهم عرف يا اختي هتبقى جرس. خد بالك. خدي هنا، خدي هنا بكلمك. استنى فؤاد في ايه؟ في كلام فعلا. خدي هنا. كميات جاهزه يا ستي ولا كراد ولا زفت. تعالي هات يوم هنا. انت يا انسه انت ولا مدام ولا اميره؟ انت يا انسه، انت يا انسه انت. ايه ده؟ في ايه؟ انا اسف افتكرتك واحد تاني، معلش. ولا يهمك. انا اسفه. ايوه يا اوبر، فضي ولا رمادي؟ قدام شفتك خلاص اهو، يلا سلام. هاي مستر. مدام يصير. ويلكم. اوكي ثانك يو. نشرب حاجة؟ ايه؟ الله، كلام عربي دلوقتي؟ لا شكرا. بابي؟ حبيب بابي وقلب بابي وعقل بابي. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه القمر ده؟ قلت بقى انا جاي اهجم، اخد لي كده حضن يديني انرجي استفرد بيكي. انت نازله ولا ايه؟ بصراحة كده كنت رايحة اعمل شعري. انت مش عارف؟ تعالي هنا اديني حضن الاول. تعمل شعرك فين؟ اوعي تكون هتعملي شعرك عند حد تاني غيرنا. اوعي. ما هو بصراحة يا بابي الناس اللي عند حضرتك في فرع زايد يعني مش قد كده. يمشوا يا ماما يروحوا يجي غيرهم، انما انت تروحي مكان تاني دي اسوأ دعايه لابوكي. وبعدين تعالي هنا، ما انت عندك سمير ده تربيه ايدي بقى وبيطلب بالاسم. ثم انت الملكه، انت ايه اللي نازلك من بيتك؟ الفرع كله يجي لك لحد هنا. ما هو انا بقى كنت عايزة اروح السوبر ماركت اشتري شوية حاجات وبالمرة كمان اعدي على الجيم. جيم باللبس ده؟ طب قولي لي يا حبيبي، قولي لي احنا اخبارنا ايه؟ يعني ادهم عامل ايه؟ في شغله. انا عارف ان ادهم في شغله، انا بس اخبارنا ايه مع بعض؟ يعني الحياه حلوه، الحياه بيس، الحب مولع في الذره. ايه بابي الحب مولع في الدورة دي. الكلام ده بطلوا الحوار ده. يعني عايزني اقول لك ايه بس يا بابا؟ عايزك تقولي لي اللي ما تقوليهوش لاي حد ولا حتى لامك. تقولي لي مثلا
اكتشفت بعد شويه من الجواز كده ان انا ما بحبوش، انه احنا مثلا العلاقه بقت ممله، انه مش هو ده الانسان اللي كان في دماغي كده يعني. لا يعني ازاي يعني يا بابي؟ يعني عايزني اقول لك الكلام ده؟ حضرتك متاكد كويس جدا ان انا وادهم بنحب بعض؟ متاكده؟ اكيد متاكده طبعا. يعني انا لو مش متاكده هبقى عايزه اخلف منه ليه؟ لا وجهه نظر بس مش مقنعه قوي. يعني يا بابي ازاي يعني مش مقنعه؟ وبعدين حبيب قلبي انت يا عيوني سايب كل حاجه وراك ومشاغلك وحاجاتك المهمه عشان تيجي تحقق معايا. يعني هو في حد قال لك حاجه كده او اتكلم معاك ولا ايه؟ ها؟ لا. اقف هنا. اي هنا ايوه. اتفضل، متشكرين. ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه النور ده كله على الصبح؟ هلا العملاق. طب والنبي انت واد فنان وبتفهم. الله يخليك يا ابله. بس بقول لك ايه يا سمسم، انت مش حاطط النمره الجديده اللي انا دافعه فيها دم قلبي. اقول لك على حاجه، اكتبها هنا اهو بالبونت العريض بلون كده يبقى منور يبان في الضلمه عشان تتحفظ. اقول لك اكتبها بالتركواز. بس كده من عينيا الاتنين. تسلم لي عينيك، الله تسلم لي. يخليك يا رب. خد يا واد يا سمسم، مش خساره فيك على القبها اللي انت كاتبها دي كلها. ايوه بس مش ده اللي اتفقنا عليه من الصدفه. وانا قلت ان ده اللي اتفقنا عليه؟ طلع من بقي كلمه زي دي؟ لا. يبقى بتقولني كلام ما قلتوش ليه؟ ايوه يعني بس ايه دول؟ لا مؤاخذه. يا سمسم، هو انت لما بتبقى جعان والاكل لسه على النار ما خلصش بتعمل ايه؟ مش بتفتح غطا الحله وتاخد لك تصبيره؟ يا ابله انا بتصبر بالحله كلها. طب اعتبرهم حله لحد ما بقيه الحلل تجهز والحال يتصلح. حاكم الحال متنيل ب60 نيله بسبب اللي ما يتسمى ده. اهو جه على السير اهو. ده باين انه سامعنا وجايب بتاكس ومخبي اللاندلوفر، قال يعني مش عارفين انها عنده، خايف من الحسد. يا ابله ما انا سايب لك سور المدرسه كله اهو. السنه اللي فاتت كان مسيطر على السور داير. كتر خيره، وهو ناقص اعلانات ولا يافط؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت. ده حوت وهابر كل الدروس في كرشه. طب انا راضيه سمتك يا سمسم. انت لما تاكل وتشبع مش تدي حته لقمه للي جنبك؟ اديله. شفت بقى ان انا مش غلطانه؟ لكن هنقول ايه؟ الطمع وحش. اكتب النمره وما تنساش بالتركواز. ملا تركواز على الاصفر؟ يعني ايه يا اخويا هتقول لا؟ على الاصفر على الاصفر. صباح الخير. حسين قال انك عايزني، جيت على عندك على طول. ايه اللي انت عملتيه ده؟ سور المدرسه مش ملكك عشان تمليه باعلاناتك. وهو كان ملك مستر ناجي طول السنين اللي فاتت؟ مين اللي قال لك ان مستر ناجي عمل كده؟ كلهم قالوا لي وحكوا لي. كلهم مين؟ دول بيورطوكي او بمعنى اصح بيشتغلوكي. بيشتغلوني انا؟ لا يا استاذ عماد، انت اصلك ما تعرفنيش كويس. انا مش صدفه، مش معنى يعني ان انا مدرسه ومربيه اجيال ان انا ابقى اشتغاله، لا. وعموما انا فهمانه، فهمتك. يعني انت لو عايز حق استغلال السور حقك، ما السور سورك برضه، وانا ما عنديش مشكله. هنقعد وهنتفاوض وهنوصل لاتفاق يريحنا احنا الاتنين. يعني لو عايز تمشيها نسبه انا ما عنديش مشكله. نبتدي بكام؟ ايه ده؟ انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ انت اتجننتي؟ امشي يلا قومي على فصلك، وسور المدرسه ده يتبيض على حسابك، يا اما ما اشوفش وشك في المدرسه تاني. في يا استاذ عماد مالك سخنان عليا كده على الصبح؟ مين مسخنك على؟ انا عارفه مين مسخنك عليا كويس. انت بتحبني والكلام ده كله من ورا قلبك، منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ان شاء الله يا رب يجي له ترسبات واملاح في عظمه كله، لا يوعى يقف على رجله ولا يشرح. ان شاء الله يا رب السناتر بتاعته كلها تولع بجاز. بس يا بنتي كفايه دعاء. انا ما بدعيش عليك، انا بدعي عليه. انت زعلان عليه ليه؟ وبعدين روق كده، الدنيا مش مستاهله. يلا صباح الفل. سيبك تروق واجيلك بعدين. استغفر الله العظيم.
الحلال، كنت لسه بدع عليك جوه دلوقتي. انت مبوظ علاقاتي ليه؟ انا اموت واعرف انت مضطهدني ليه؟ بضطهدك ليه؟ معرفش، اسال نفسك. طب انت مدرس فرنساوي وانا مدرسه تاريخ، وكانوا يلا جايبينك مؤقتا تدرس للطلاب التاريخ على ما يلاقوا مدرسه التاريخ، وهي جت مدرسه التاريخ. مالك انت ومال التاريخ؟ مصمم تحاربني وتاخد الدروس لحسابك ليه؟ ده حتى حصه الفرنساوي اغلى. طب بقول لك ايه، ما تساليهم انت كده ليه بيسيبوكي وبياخدوا دروس تاريخ معايا؟ سالتهم بس ما حدش اداني عقد نافع. يبقوا مكسوفين يقولوا لك الحقيقه. ده بيشككني في قدراتي. ماشي حقك. طب بنت يا رنا تعالي هنا. انت رايحه فين؟ رايحه الحمام. وهو الحمام ما بيحبكش غير وقت حصتي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟ هتعملي ايه يعني يا اختي؟ قلتي لامك تكلمني على الدرس اللي اتفقنا عليه؟ قلت لها طبعا. وديتيها ارقامي؟ ال5 والله يا مس. ايوه كده، عشان لو شبكه ما جمعتش الموبايل التاني يرن ولا ايه؟ طب يلا انصراف على بقول لك ايه، ثانيه الا ثانيه الاقيكي قدامي في الفاصل. حاضر. يا بركتك يا سمسم. لا مش ده، ايوه هو ده. السلام عليكم يا ام رندا، انا كنت لسه دلوقتي حالا واقفه مع رندا وقالت لي انك هتتصلي بيا. مش مامة رندا؟ اوردر ده ايه؟ اوردر اكل؟ لا يا حبيبتي، لا ده مش رقم الشيف حنان، ده رقم مس صدفه اختها. بقول لك ايه، لو عندك عيال وعايزه تديهم درس تاريخ يا حبيبتي اهلا وسهلا، تكلميني في اي وقت، لكن عايزه تعملي اوردرات اكل يا حبيبتي كلمي الشيف حنان على موبايلها. لا سلام. ماشي يا حنان، محدش بقى غير انتي، هاخد لك اوردرات على اخر الزمن. ماشي ردي يا حنان. ايوه يا حنان، انا مش قلت لك 100 مره ارقامي ما تتحطش على صفحات الاكل بتاعتكم؟ ايه يا صدفه بس الزعل ده كله؟ اهدي بس اهدي يا حبيبتي، والله ما اقصد، ده تلاقي الولا حماده هو اللي حط نمرتك الجديده على الصفحه. الجديده. شفتي وقعتي بلسانك ازاي؟ مركزه قوي وعارفه انها النمره الجديده. طبعا ما انت طمعانه فيها انت وجوزك من اول ما جبتها. النمره حلوه يا صدفه، هاتي نحطها على الصفحه يا صدفه عشان تتحفظ وتجيب لنا زباين. بقول لك ايه يا حنان، هي كلمه واحده ومش هتنيها، خشي امسحي رقمي من على الصفحه، لان اقسم بالله هخش اكتب لك كومنتات زي الزفت على اكلك. خلاص ما تزعليش يا صفحه. حاضر يا حبيبتي، اول ما حماده يرجع من المدرسه هقول له على طول شيل نمره خالتك من على الصفحه، ولو صاصه ومريم رجعوا بدري هقول لهم برضو يعملوا كده. ولا تزعلي نفسك، يلا خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، لا اله الا الله. هي اختك دي مش هتخلي عندها شويه دم؟ مش كفايه انها قاعده معانا بلوشي؟ يا نهارك اسود ومنيل، هو انت عايزني اقعد اختي عندنا بفلوس؟ يا ست انا ما قلتش كده، اختك على راسي من فوق، وانت عارفه كويس قوي ان انا اللي جبتها تقعد معانا هنا، وعارفه كمان ان انا اللي اصريت انها ما تقعدش لوحدها، وخصوصا بعد وفاه امك الله يرحمها. وبعدين ولا قبليه تخلي عندها شويه من الاحمر كده، تسيب لنا الرقم المحمول الجديد اللي جابته، ده رقم مميز وهينفعنا في شغلنا، وتنزل تشتري واحد غيره، يعني ما فيهاش حاجه، وخصوصا ان هي على قلبها قد كده. يا ساتر يا رب، حرام عليك يا راجل. طب اصلها في القرشين اللي بتاخدهم من الكام درس اللي بتديهم للعيال، دي غلبانه وشقيانه ويتيمه. طب ما انت يتيمه زيها. بس عندي حيطه مايله بتسند عليها، وعندي عيال زي الفل ربنا يخليهم لي. يا اختي بقول لك ايه، اختك يا ست هانم كل العرسان اللي تقدموا لها كانت بتطفشهم واحد ورا التاني. طب بذمتك يا شيخه، وانا راضي ذمتك، في واحده عاقله في الدنيا ترفض واحد زي كريم ابن اختي؟ يا اخويا تقولش كريم عبد العزيز، طالع لنا بابن اختك ده السما، كريم راح وكريم جه. بقول لك ايه، طلع اختي من دماغك كده واهدى على نفسك احسن لك. حكيم انت قارش ملحتها من ساعه ما رفضت ابن اختك لهتم ده. دي نجوى بتتخانق. وديني لفضحك يا بصاص يا واطي.
اخرسي بقى وكفايه فضيحه، خشي جوه يا وليه. وليا ولولوا عليك ساعة وسكتوا. انت بتبص على النسوان يا معفن؟ جرى ايه؟ مش مالية عينك؟ في ايه يا نوجة؟ في ايه يا اختي؟ في ايه؟ تعالي يا اختي شوفي مين بختي في الرجالة. ظبطت المعفن وهو بيبص على النسوان من ورا الشيش وهي بتنشر. كدابه يا ام صلاح. كدابة؟ ده انا شايفاك بعينيا دول يا معفن يا مهزأ. ما تصدقهاش، انت عارفه دي وليه عقلها مطيور. مطيور؟ طب انا هشبشب لك. خليكي شاهده، خليكي شاهده عليها بترفع عليها الشبشب. اوعي عشان خاطري اهدي يا نوجة. اوعي ولا انت طليق يالا. ايه بتطلقيني يا نوجة؟ بتطلقيني؟ ماشي امشي ماشي. يا تمسش في ركبك. ابقى سلمني على امك يا. ايه يا نوجة؟ ايه اللي عملتيه ده يا اختي؟ انت ما كملتيش معاه شهرين يا اختي. زهقت يا اختي، ما انت عارفه اني ملوله. ما انا ما قلتلك فضيها سيره بقى وبكفاكي جواز. بقول لك ايه، ما تجيبي القرشين اللي معاكي وتحطيهم على اللي معايا ونكبر المشروع. وغلاوتك بانه ده اللي هيحصل. صاصة مش كنت قدمت خطوتين ضربت المنيل ده على وشه قلمين عشان يعرف اني ورايا رجاله؟ لا يا حبيبتي سيبي صاصة في حاله، مالكيش دعوه بيه. هو في اوردرات يا عين امك فوق مستنيه اللي يوصلها. كويس انك جيت بدري. هو انت ولا ما رحتش كليتك ولا ايه؟ يلا طلعوا لي الواجب اما اشوف نيلته فيه ايه. رحت بس المحاضرة اتلغت، قلت ارجع البيت بقى انام لي شوية كده ورايح جسمي. بنت يا سلمى لقطاكي وشايفاكي. والسماعه اللي في ودانك دي شيليها بدل من مرميها لك من الشباك. الله عليك يا ميس، سيطرة يعني. اخرس يا واد يا مازن. كنا بنقول ايه يا رباب؟ كنت بتقولي ان اللي عايز يعرف مستقبله لازم يعرف الاول تاريخه. يعرف تاريخه ويحفظه ويذاكره يذاكر ويتعلم منه كمان. يعني انا مثلا ما بثقش في جنس الرجاله ليه؟ عشان رمسيس لما اتجوز نفرتاري كتب على المعابد بالبنط العريض انت اللي الشمس بتطلع من اجلها. يا سلام على الحب والجمال، سلام. اتنيل على عينك، اتجوز عليها 54 واحده. يا نهار ابيض، 54 واحده؟ طب وعلى كده هو كان بيقسم اسبوعه ازاي؟ بس يا بنت انت هتهزر يا واد ولا ايه؟ ابقى طلعوا من التربه واساله، هيقعدوا بقى يفتوا كمان في التاريخ. هات الواجب، قوم لملي الكراسات. بنت يا سلمى انا مش قلتلك تسيبي الموبايل؟ هاتي الموبايل ده، هاتي الموبايل. قسما عظما لو حد فيكم مسك الموبايل لصدره. احنا اصلا مش في نادي هنا. هات اقعد. افتحوا صفحة 19. لا صفحة 20. صاصة ده خرب بيت صاصة على اللي جابه صاصة. يا صاصة حاضر جاي. حليتي مشكلة الشرق الأوسط؟ رمت عليه اليمين وطردته. طبعا العصمة في إيدها. بقول لك إيه؟ تسمعني كويس وتطرطق لي ودانك. من هنا لحد الولية دي ما تتجوز ما فيش نزول ولا طلوع على السلم لوحدك، رجل على رجلك، ماشي؟ ما تخافيش، ما بتتجوزش الأوفر إيدج. ملاش في العواجيز يعني. أنا عواجيز يا ابن المهك. أنا مهكعة يا أمين؟ لا ما طيب هتشوف شغلك بعد ما ابنك ينزل. ما تنزلش يا صاصة. يعني أخش أنام؟ تنام إيه؟ نامت عليك حيطة. بقول لك إيه؟ أنت لو توصل كل الطلبات دي وبسرعة ما تتأخرش. بس قبل كل ده والنبي خد التليفون، امسح تليفون خالتك من على الصفحة. لا أنا ماليش فيه.
حماده هو المسؤول عن السوشيال ميديا، مريم هي اللي بتساعدها في الطبخ، انا المسؤول الاول والوحيد عن الدليفري وخدمه توصيل المنازل فقط. لا عشان خاطري يا صاصه، خالتك زعلانه، وبعدين ربنا يستر لو جالها اوردر على تليفونها انا مش عارفه ترد تقول ايه. ماشي. غلط يا هبه، 1801 يا حبيبتي. جرى ايه؟ هفضل انت في قلبي كده على الفاضي؟ محدش يتكلم، اخلص المكالمه وارجع لكم، مش عايزه اسمع حس. الو. لا يا حبيبتي الرقم غلط، قلتلك قفلنا المشروع. ده حصل حالات تسمم وموت وحاجات كتيره قوي. لا دليتي الرقم، دليتيه يا حبيبتي. سلام. ايه ده؟ ايه حاله الهرج والمرج دي؟ يلا نكمل. كنا بنقول ايه؟ الحمله الفرنسيه. مش صدفه، الدرس النهارده عن حادث دونشواي. نعم يا اخويا. هو انت اللي هتقولي درس عن ايه؟ ما ده تاريخ وده تاريخ، وده استعمار وده استعمار، ما غلطناش يعني. بتعملي ايه يا بنت يا رباب؟ انت بتعملي ايه؟ يا ميس بصورك فيديو تيك توك، سيبها يا ميس هتشهرك. وريني. ما ده تاريخ وده تاريخ. والنبي حلو. بس ما تنزليهوش. ايه تشهرني؟ ايه تشهرني دي؟ هو انا ناقصه شهره؟ ده انا مش صدفه. شيلي الشنطه، ده انا سناتر مصر كلها يا عيال من اسكندريه لاسوان بيتقطعوا عليا. ده ما فيش سور مدرسه فيكي يا جمهوريه ما عليهوش ارقام من الصدفه. بس انا بقى اللي قلت اجرب معاكم السنه دي، وشكلها كده تبقى سنه زفت ومهببه على دماغكم. والله العظيم ده انا لولاكوا كان زماني حتشبسوت. قومي يا اختي، قومي يا اختي شوفي لي البت اللي في الحمام دي متاخره ليه، وقولي لها مش صدفه مستحلفه لك. هو انا هسيبها؟ ده انا هخليها عبره لمن يعتبر. ميس ممكن اروح معاها عشان بطني بتوجعني قوي. بطنك وجعاكي؟ ما انت على طول تعبانه يا اختي، ايه الجديد؟ انا مش قلت لك تشوفي حل في التعب ده؟ ما بابا ما كانش فاضي، وماما ما فضتش هي كمان. اهالي اخر زام. قومي تعالي تعالي يا بت، امسكي خدي الحبايتين دول هيخلوكي كويسه، وروحي معاها عشان تبقى عينكوا على عين بعض، ماشي؟ وتقولي في ثانيه قسما عظما لو ما جيتوا انتوا التلاته لاجيبكم من شعوركم. اتفضلوا. ها فهمتوا ولا هفضل انت من قلبي تاني؟ فهمنا يا ميس، حضرتك ما شرحتيش حاجه. نعم يا اخويا، ما شرحتش؟ لا يا حبيبي شرحت بس انت اللي مش مركز. ما انت قصدك مركز لي بس في الجودو والمودو والزفت اللي على دماغك. اهي دقني اهي انفلحت السنه دي. انا شامه ريحه مواد حافظه. مين بياكل هنا؟ اوعى واد. انت. هو في غيرك؟ قال ما شرحتش قال. يلا نكمل. افتحوا. الحملة الفرنسية من سنة كام لكام؟ رندا بنتي يا رندا، يا رندا يا رندا يا رندا. الازعاج ده ازعاج ايه وهش ايه؟ انت شايفانا كتاكيت قدامك؟ ده ايه التناكه دي؟ ما تبصي على قدك يا حبيبتي. مين انت اصلا معفنه عشان ابصلك؟ معفنه؟ ده انا انضف منك يا زباله. خلاص يا رباب سيبك منها، دي عيله تافهه اصلا. يلا يا ماما روحي لحالك الله يسهلك. حاجه تقرف. وحياه امي ما سايباكي. كبري بقى، دي اشكال ما تردش عليها اصلا. بنت يا رندا، يعني كل الهيصه اللي احنا فيها دي وهي مش سامعانا؟ تلاقيها سارحه في حته مع الواد اللي اسمه علي ده. يا بنت الايه؟ صح، ده الواد علي ما جاش النهارده. عيب عليكي، في هنا مخ مش كفته، والمخ ده مش هيسيب الزفته اللي كانت هنا دي الا لما يركبها ترند الفضايح. هو انت اصلا تعرفيها؟ لا، بس هلبسها حوار يجيب مناخيرها في الارض. تعالي. بقول لك ايه، انت لو ما شفتش حل في المدرسه المعفنه اللي انت دخلتها لي دي، انا مش هقعدها لكم ثانيه واحده في البيت ده، يا اما والله العظيم بقى هنتحر واجيب لكم مصيبه. يا حبيبه قلبي، واحنا كنا لقينا مدرسه تقبلك وقلنا لا؟ انا بحمد ربنا ان في مدرسه قبلتك اخيرا بعد المصيبه اللي انت عملتيها في مدرستك. مش لازم كل ما تكلمها تقطمها، راعي نفسيتها يا اخي. والله يا عيال عايز اسمعها يا ماما. شيخ. ايوه يا فروحه،
معاك يا قلب بابي. خلاص اتصرف، سفرني زي ما سفرت منار وعمر، ولا هما بقى اولادك وانا مش بنتك؟ يا حبيبه بابي، منار وعمر سافروا بعد ما خلصوا ثانوي، وبعدين ما كانش عندهم المشكله اللي كانت عندك. الله، انت مصر بقى. بص يا حبيبتي، قضي السنه دي بالطول ولا بالعرض، وانا بروميس بعد كده هوديك الجامعه اللي انت عايزاها. الو فروحه يا فرح. الو خط قطع ولا الشبكه؟ الخط قطع ولا هي ما عجبهاش كلامك فقفلت السكه في وشك؟ ايه الغلاسه دي يا هنا؟ يعني بنتي هتقفل السكه في وشي ليه؟ عشان انت اب مالكش لازمه. يا ساتر، اب مطيباتي. تصدقني ان انا غلطان ان انا رجعت. وايه اللي رجعك يا حبيبي؟ مش وراك شغل؟ ايه وحشتك فجأة؟ وحشت لسانك الحلو. لساني حلو غصب عنك. طب ممكن تحط لسانك الحلو ده في بقك وتسمعيني؟ ايه عايز تقول ايه؟ خير. النهارده في النادي عدت عليا واحده قالت لي كلام غريب جدا بخصوص منار. اهلا بحضرتك. الدكتور في حد معاه جوه؟ لا لوحده، اتفضل. ده ايه المفاجأة دي؟ ويا ترى مفاجأة حلوة ولا ايه؟ مفاجأة حلوة طبعا. اصل انت من زمان ما جيتيش المكتب. انا قلت بقى سيبك براحتك. لا يا ستي، ما تسيبينيش تاني براحتي. ابقي تعالي كل يوم اقعدي. لا انا بس كنت جايه اخد كريدت كارد يكون فيه فلوس عشان اللي معايا خلص. بس كده؟ المحفظة فين؟ اتفضلي يا ستي، احلى كريدت كارد. ادهم، هو انت اتكلمت مع بابا في حاجه؟ لا، انا باباكي تقريبا ما اتكلمناش مع بعض بقالنا اكتر من شهرين. غريبه يعني. امال مين اللي قال له ان في بيني وبينك مشكله؟ مشكلة ايه؟ واحنا في بينا مشكلة وانا ما اعرفش ولا ايه؟ مش عارف. قسما ايه ده؟ هات يا بنت انت وهي، ده مليان مواد حافظ. ايه القرف ده؟ امشي على فصلك. ويمين الله اللي يمينه غالي، لاكون جايباها من شعرها. هو انا هسيبها؟ ده انا هفرج عليها المدرسه كلها. حته بنت مفعوصه زي دي تضحك عليا انا؟ احنا قلبنا عليها المدرسه يا ميس ومش لاقيينها، واتصلنا بيها كمان ولقينا موبايلها مقفول يا ميس. وانا المفروض اصدقكم؟ بنت انت وهي، ده انا برومكم كده انتوا الاثنين، انتوا متفقين معاها وبتشتغلوني. يلا بت، يلا على فصلك انت وهي، انا هعرف اجيبها بطريقتي وهوريك الفصل من هنا. انت بت اسلام، في ايه العيال بتجري كده ليه؟ بيقولوا في بنت مغمى عليها. تكون هي. في ايه؟ اوعي بنت انت وهي، اوعي كده. في ايه؟ فرح حد ينادي الدكتوره بتاعت المدرسه بسرعه. الدكتوره ما جاتش النهارده يا مس. ما جاتش؟ هاتوا لي شنطتي من فوق. شيله معايا. شيله. افتح يا حسين، افتح. وقفي تاكسي ولا توك توك ولا ايه اللي صوتك؟ تاكسي ايه؟ رايحين فين؟ ممنوع الخروج اثناء الدراسه، حضرتك عارفه كده كويس الا التصريح. انت اتصلت في راسك راجل انت ولا ايه؟ افتح البنت اللي بتفرفر في ايدي. اي حد منهم يجيب تصريح من الاداره وانا افتح لك. روح قول لصاحب المدرسه مش صدفه خرجت بالعافيه. اوعى كده. ولا روح قول لمستر ناك اللي مشغلك عنده عصفوره يا اخويا. شيله معايا، اوعى تقع. هنعمل ايه؟ العربيه دي، يلا العربيه دي. ساعدوني. ركبوها ورا. افتحوا الباب. باب ايه اللي يفتح؟ ايه انتوا رايحين فين؟ لو سمحت ايه؟ اوعوا كده. مين دول؟ ايه ده حضرتك؟ بذمتك ده سؤال؟ ما انتش شايف البت بتفرفر؟ يلا وصلنا لأقرب مستشفى ولا مستوصف. طلع دي فوق اهي. مستوصف ايه ومستشفى ايه؟ وبعدين العيال دي كلها انت فاكر روحك بتركبهم ميكروباص؟ يلا يا عيال، ما هياش اصلها زفه وكلنا بنحضرها. يلا على الفصل وياك حد يزوغ. يلا. انت هتفضل باصص لي كده ومبحلق لي؟ جرى ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ الفرصه بتيجي مره واحده بس، وده خيره جاي لك لحد عندك. البت بتضيع. فرصه ايه وخير ايه حضرتك؟ يعني واحده تعبانه اطلبي لها الاسعاف، انا ذنبي ايه؟ انا لسه هستنى الاسعاف؟ انت مالك عمال تعملي في حكايات وروايات؟ على فكره مش هنورطك في حاجه، هتوصلنا واقول لك متشكرين. متشكرين؟ العفو. مش دلوقتي، لما توصلنا. يلا حاولوا تفوقوها.
ايه الابتلاء اللي على الصبح ده؟ يا فرح مفيش ازازه ميه في العربيه دي. الحقيقة يا مس، دي مامتها بتتصل. محدش يرد. لا يكون حد قال لها. كنسلوا وما تردوش. حاضر يا مس. طب انا ممكن اقول رايي؟ المفروض يعني ان انتوا تردوا عليها وتقولوا لها يا جماعه. نقول لها ايه؟ تقولوا لها ان بنتها تعبانه وان احنا طالعين بيها على المستشفى. وافرض بقى امها دي مريضه سكر ولا قلب، ولا حتى ضغط، طب ساكته وانا بقى اعيش بذنبها. سوق ناس تفكيرها على قدها صحيح. شكلك ما كملتش تعليمك. انا ما كملتش تعليمي؟ على فكره بقى انا دارس بيزنس. ها يا اخويا التاني وتفرض علينا، تلاقيك مأجرها ولا سواق عليها. يا فرح يا فرح يا رب. فرح يا فرح. مفيش ميه في العربيه دي. انت كمان هتتشرطي؟ انا مش مطمنه يا فؤاد. مش مطمنه من ايه يا حبيبتي؟ فرح لما بتكنسل عليا بتبعت لي على الواتساب. معلش تلاقيها دلوقتي بس في الكلاس ومش عارفه تكلمك ولا تبعت لك. لا ده ميعاد بريك. بقول لك ايه، قوم روح لها. اروح لها فين؟ تهدي شويه وتعالي كده. احنا فين ولا فين؟ انا جاي اكلمك على الكلام الغريب اللي جات البت قالته لي في النادي عن منار. انت هتصدق واحده مزقوقه عايزه تخرب بيت بنتك؟ يا ستي مش مصدق، بس مين دي؟ وليه بتقول الكلام الغريب ده؟ ومين اللي زايقها؟ يا سيدي مش وقته، حقق في الموضوع ده بعدين. يلا قوم دلوقتي روح شوف لي فرح لا تكون عملت في نفسها حاجه. لا ما اظنش. هي اكيد اتعلمت الدرس وما عادتش تعمل الكلام الهبل بتاع زمان ده. ده ايه البرود اللي انت فيه ده؟ ايه؟ ما يلا تقوم. طيب حاضر. في يا جماعه صوتكم عالي كده ليه؟ بذمتك انت سمعت صوتي؟ لا. طيب قول لها. طب يا كيوت يا بصوت واطي، روح شوف بنتك. حاضر. انت بتعمل ايه هنا دلوقتي؟ انت مش في الشغل ليه؟ اصلي سيبك من عمر دلوقتي وخليك في فرح. قوم يا فؤاد بدل ما اتجنن عليك. وده على اساس ان انت لسه ما اتجننتيش. خلاص حاضر هقوم، مع اني متاكد هضرب المشوار لغايه هناك وهروح الاقيها في الكلاس. هفتح دماغك. خلاص بقى قلنا. هي مالها فرح؟ حببت ايه تاني؟ ما يلا يا دكتور ما تطمنا في ايه؟ ممكن الاستاذه بس اللي تفضل معانا عشان الزحمه والنفس؟ يلا يا بنات يلا ريحوا خرجوا بره قفوا بره يلا. حاضر. البنت دي شكلها واخده حاجه. يعني ايه واخده حاجه؟ دراجز. ايه دراجز يعني؟ مش فاهماك. مخدرات. مخدرات؟ لا 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 خالص. شكلها جلت منك يا دكتور. ما انت شكلك لسه صغير وقليل الخبره عشان كده حاطينك في الطوارئ. مخدرات ده ايه؟ لا هي تلاقيها عندها هبوط. عندها هبوط. ممكن تكون ما فطرتش ما بتاكلش او يمكن عندها الظروف اللي بتيجي للبنات كلها يعني. ما انت فاهم. بتبص لي كده ليه؟ الحقيقه في العلم. عموما تفوق ونسحب منها عينه دم ونعمل لها تحليل ونتاكد. بس لو طلع اللي انا شاكك فيه مظبوط انا هضطر ابلغ البوليس. بوليس؟ انت هتهددنا وتعمل لنا حكايات. في ايه يا دكتور؟ تفهم من بقك. البت دي بنت ناس. ما تتكلمش عليها كده. ممكن حضرتك تملي بياناتها هنا وتديني بطاقتها؟ وانا اجيب بطاقتها منين؟ بطاقتها في شنطتها واحنا سيبناها في المدرسه. طب ممكن بطاقه حضرتك؟ بطاقتي في شنطتي. يا نهار اسود. بطاقتي في شنطتي ضاعت. فيها موبايلاتي وفيها فلوس الجمعيه وهو يوم اسود من اوله. اعمل ايه دلوقتي؟ الشنطه ضاعت. انا فين؟ في دريم بارك يا اختي. هتكوني فين يعني شايفه محلول وكانوا لو دكتور وممرضه هتكوني فين؟ اسحبي لي منها عينه وهاتها على المعمل. حاضر يا دكتور. هو انا ايه اللي جابني هنا؟ رحله مدرسيه. مش بقولك خدناكي معانا. بقولك ايه والنبي يا اختي، بتخاف من الحقن قوي. ممكن بس تديني دقيقتين بس علشان اهديها عشان تعرف تديها الحقنه. دقيقتين؟ هم دقيقتين بالعدد. ماشي. انا عارفاكي، انا بشوفك في المدرسه صح؟ بقولك ايه، قومي بقى كده
قومي وفوقي لي وصحصحي لي. فوقي لي. الدكتور قال لي كلام ما يطمنش وانا ما صدقتوش، بس انا محتاجه اسمعها منك بوداني. انت واخده حاجه؟ حاجه ايه؟ لا طبعا. ما تستهبليش، انت فاهمه كويس قوي انا قصدي حاجه ايه. ها؟ هيبلغوا البوليس وهتبقى ليلتك سودة. انا عايزه امشي من هنا، مشيني لو سمحتي. كده خلاص بانت، يبقى اللي الدكتور بيقوله صح، مش قليل الخبره زي ما انا كنت فاكره. انت بنت بتعملي كده ليه؟ انت ابوكي وامك واهلك عارفين النيله السوداء اللي انت فيها؟ لا طبعا محدش يعرف حاجه، ولو حد عرف هتبقى كارثه. مشيني من هنا وانا اوعدك ان انا اقسم بالله هتعالج، بس انت مشيني. امشيكي ازاي؟ امشيكي ازاي دلوقتي؟ يا حبيبتي انت مشتبه فيكي. هاي جاهزه؟ بقول لك ايه، الدقيقتين لسه ما خلصوش. انت بتحمرقي. وبعدين لعلمك البت خايفه، نشفانه بجلدها، هي محتاجه تخش الحمام قبل الحقنه دي. اخر الطرق شمال. شمال ولا يمين؟ يمين الحمام، شمال الباب. والنبي انت عسل، وحياه ربنا عسل وسكر، وتستاهلي بوسه. انت معاكي فلوس؟ معايا. خدي يا حبيبتي، خدي. الله يا رب يسعدك. يلا بسرعه مش حد ياخد باله. يلا حبيبتي. اخر الطرق شمال. بالراحه بالراحه. اجري معايا، تعرفي تجري؟ يلا استخبي، خدي وشك. يلا. ممكن بليز محدش يعرف ان انا جيت هنا؟ وهتقولي ايه لابوكي يا اختي؟ انا هتصرف ما تقلقيش. اوعي تجيبي سيرتي. يا نهار اسود، ده بابا. انا شايف في حاجه. تعالوا ورايا. الساعة عشان تفتح يا واد انت. انت ايه اللي اخرك كده؟ على ما لفيت على شركات الاتصالات كلها عشان يطلعوا لي شرايح للموبايلات اللي اتسرقت. محدش راضي يعبرني عشان معيش بطاقة. انت موبايلاتك اتسرقت؟ الشنطة باللي فيها والله العظيم واحد ابن حرام منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا رب يا رب إلهي يصرف كل جنيه كان في الشنطة على العلاج والعاية. ده انا دخت يا ابني السبع دخات والله العظيم رجلي فقفقت. ده انا استلفت فلوس. طب وطي صوتك بقى عشان عندنا ضيوف جوه. هو انتوا حد بيعبركم؟ بس وسع كده. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ست البنات. لا ما تقولش انك راجع ترجع لي الشنطه. وانا اللي قلت عليك حرامي؟ ده انا دعيت عليك دعاء. طب كنت اجلت الدعاء شويه، وبعدين ده شكل حرامي يعني، ده شكل حرامي كنت هضرب عليها يعني. بس انت فتشت فيها. هو لازم افتش فيها طبعا عشان اطلع بطاقتك، اعرف العنوان واجيلك. طارق بيه اتقدم لك يا صدفه. ايه؟ اتقدم لي ازاي يعني؟ هو انا عشان ركبت معاك العربيه 5 دقايق فاكرني منهم ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا مش رخيصه. اللي بتقوليه ده بيقولك تقدم لك. ممكن بس تهدي شويه؟ مش يمكن سالت عليك وكل الناس اجمعت ان انت بنت كويسه؟ ما هم لازم يجمعوا. الله، هيقولوا ايه يعني؟ ده انا اخلاقي عاليه يعني، مفيش جديد. صدفه اختي دي مفيش منها 2. بقولك يا صدفه، طارق بيه قدامك اهو بشحمه ولحمه، يعني تقعدي معاه كده براحتك وتتعرفي عليه. ماشي؟ يلا قوم يلا. وانت مش هتخسري حاجه لما تتعرفي عليه. وبعدين واضح انه راجل طيب ومحترم وبيفهم في الاصول كويس، بدليل انه دخل البيت من بابه. يلا سلام. الميكروفون معاك. يلا على الاوضه. يوه، هتكونوا ملاقي حشريه اللي اسمها نجوى. لا دي تسيبوها لي، انا اللي بعرف اتصرف معاها، ده انا هطين عيشتها. انت صدفه؟ لا خير في ايه حضرتك؟ اندهيلها طيب. طب فهمني عايزها في ايه؟ بقول لك اندهيلها. يا صدفه. صدفه ايه يا حنان؟ تعالي بسرعه الحقي. خير. اتفضلي معايا على الاسم. مستشفى ايه؟ انت متاكد يا ابني بالكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه يا باشا متاكد، انا عارف بنت سعادتك كويس. طب وازاي ما حدش يقول لنا؟ ده انا هطربع الدنيا فوق دماغكم. طب انت معاك نمره المس دي ولا اي حد من البنات اللي كانوا معاهم؟ لا والله يا باشا. طيب راحوا في انهي داهيه؟ انهي مستشفى؟ العلم عند الله، بس تلاقيهم ودوها المستوصف اللي في اخر الشارع، ده اقرب حاجه لينا. مستوصف؟ ايوه البنت دي كانت هنا واختفت. ايه اختفت؟
ايه اختفت يعني؟ يعني هربت، خافت تعمل التحاليل. الممرضه عقبال ما راحت تجيب سرنجه ورجعت لها عشان تسحب منها عينه دم، لقيتها مش موجوده، لا هي ولا اللي معاها. طب المهم يعني هي كويسه بخير؟ لا طبعا، دي كانت ممكن تروح فيها. يا ساتر يا رب. يا فندم دي جايه لي اوفر دوز. ايه اوفر دوز؟ انا بنتي اوفر دوز حاجه؟ يا باشا من فضلك ركز معايا والنبي. دي مش واحده تانيه. هي يا فندم كان معاها بنتين زمايلها والمدرسه بتاعتهم، الكلام ده ما فاتش عليه دقايق. ده كويس قوي. استاذنك بقى نبص على الكاميرات. للاسف الكاميرات عندنا عطلانه، ما عندناش ميزانيه عشان نصلحها. على العموم انا عملت اللي عليا وبلغت اداره المستوصف عشان يبلغوا البوليس. يلا على الاوضه. يوه هتكونوا ولايه حشريه اللي اسمها نجوى. لا دي تسيبوها لي، انا اللي بعرف اتصرف معاها، ده انا هطين عيشتها. انت صدفه؟ لا خير في ايه حضرتك؟ اندهيلها طيب. طب فهمني عايزها في ايه؟ بقول لك اندهيلها. يا صدفه صدفه، ايه يا حنان؟ تعالي بسرعه الحقي. خير؟ اتفضلي معايا على الاسم. على الاسم؟ ليه حضرتك؟ انت عملتي ايه؟ هي عملت ايه يا فندم؟ ما عنديش فكره الحقيقه، في الاسم هتعرف كل حاجه. بقول لك انت مش هتتخلى عني، انت شاهد عيان. لا طبعا، اسيبك ازاي يعني؟ عملتي ايه؟ عملتي مصيبه ايه تاني؟ فهميني. وقتك بقى، انت مستعجله كده على طول، كل شويه يا اختي وتعرفي من المواقع. يا بنتي طمنيني، عملت ايه بالظبط عشان الحق اتصرف واكلم محامي؟ ما تقلقش يا استاذه امين، انا هكلم المحامي بتاعي واخليه يحصلنا. ايوه تعرفوا كل حاجه قبل ما يجي. عرفي يا صدفه، هو انا نفسي فاهم حاجه؟ هفهمك في الطريق. طب بقى بعد اذنك ممكن بس تديني يا دوبك ساعتين، يعني استحمى واغير هدومي لان انا كده من الصبح. هم 5 دقايق، اتفضلي. لا هم 5 دقايق. جاي على نفسك ليه؟ بس لعلمك انا ما هربتهاش، انا ماليش دعوه، هي اللي هربت لوحدها. طب يلا بسرعه يا صدفه. مين اللي هربت؟ بس يا مين اللي هربت؟ حنان ايدك تقيله يا حنان، في ايه؟ اللي هربت؟ شكلك عامله مصيبه، ادخلي قدامي. يا حنان بقى كده. يا ساتر. هي مين دي اللي هربت لوحدها يا صدفه؟ ما قلتلك ما تستعجليش. انت مخبيه عليا ايه؟ ها؟ رحتي له؟ لا خدت بنته المستشفى الصبح. يا نهار اسود يا بنتي، ما قلتلك بلاش احنا مش ناقصين. هتلبسي مصيبه. مصيبه ده البت هي اللي في مصيبه كبيره. البت طلعت يا نهار ابوها اسود ومهبب. يعني تصدق حته فراش ملوش لازمه وتكدب بنتك؟ لا اصدق الدكتور اللي شاف صوره بنتي. والدكتور اللي بيشوف في اليوم 1000 حاله مركز قوي وعرف بنتك من صورتها. ما يمكن واحده شبهها. ويمكن هي، ليه لا؟ عشان بنتك حلفت انها ما خرجتش من المدرسه، والدكتور بتاعك ده ما يعرفش اسمها وملهاش ابليكيشن في المستشفى. عايز ايه بقى اكتر من كده؟ ولا انت اتهبلت في مخك خلاص؟ عرفتي بقى ان انت اللي مطيباتيه؟ انت اب مطيباتي، مش فالحه بس غير في النقوره وطولة اللسان اللي بينقط سكر ده. الزم حدودك يا فؤاد وما تنساش نفسك. الله انت هتقلبيها جد ولا ايه؟ في ايه؟ اسفين يا ستي. انا اللي بقوله بس انه لما حد يجي يقول لنا حاجه عن عيالنا بالخطوره دي ما نسكتش وندور وراهم. وهندور وراهم ازاي بقى يا ابو العريف؟ نحلل لفرح، نشوف كاميرات المدرسه عشان كاميرات الزفت المستوصف ده كانت بايظه. عايز تحلل لفرح عشان تكتئب زياده وتعمل في روحها حاجه؟ ولا تروح المدرسه تراجع الكاميرات وتعمل لها فضيحه وتعمل لبنتك سمعه؟ مش مكفيك اللي حصل لها قبل كده؟ ثم انا مش شاكه ببنتي. بنتي ملهاش في سكه المخدرات خالص. طب ما صاحبتك شاهناز كانت بتقول نفس الكلام ده على ابنها لحد ما اتقفش من قفاه هو واصحابه واتحبسوا. اتفضلي يا ماما، اسالي صاحبتي اهي، كلميها واساليها على كل حاجه اللي انت عايزاها عشان تتاكدي من كلامي. يا حبيبتي انا مصدقاكي من غير ما اكلم حد.
بس واضح ان بابي مش مصدق ولا ايه؟ يا حبيبه بابي، ما انت برضه بتجننينا، نقعد نتصل بيكي وانت يا تكنسلي يا ما ترديش. ما بردش عشان عامله موبايلي سايلنت عشان انا جوه الكلاس. ايه المشكله بقى؟ لو سمحتي يا ماما اتفضلي، انا عايزاكي تكلميها. اتفضلي. خلاص كلميها وخلاص. الو يا طنط. ايوه يا سالي. انا وفرح ولميس ما خرجناش من المدرسه ولا رحنا مستشفى ولا اي كلام من الهري ده. حضرتك احنا بعد ما خلصنا مدرسه رحنا قعدنا شويه في ستاربكس، بعد كده مامي جات لنا. حضرتك تحبي تساليها؟ لا يا حبيبتي انا مصدقاكي، هو بس انكل اتخض لما الزفت اللي على البوابه قال له الكلام ده. والله. طب يا حبيبتي ميرسي يا سالي، ميرسي يا حبيبتي. سلمي على مامي كتير وعلى بابا كمان. باي 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 يا حبيبتي. خدي. صدقت ولا تحب نكلم لك حد تاني؟ ولا تحب بقى تاخدني وتروح لحد الدكتور اللي قال انه شافني؟ حبيبه بابي بس حبيبتي. اسمع يا فؤاد، البت دي لو حصل لها حاجه هتكون انت السبب. ممكن بقى تسيب الولاد في حالهم وتركز في شغلك واللي انت بتهببه؟ ممكن. حاضر. عن اذنك. انت فين يا حيوان انت؟ نعم أؤمرني يا باشا. نعم. امرك ايه وزفت ايه؟ مش قلت لك نضف العربيه؟ منضفها والله اهو. ده اسمه تنظيف ده؟ طب هعمل ايه؟ طب ما انا منضفها كويس كمان. انت بترد عليا كمان؟ انت يعني هتجريني في الكلام كلمه بكلمه؟ انت كده مش نافع بقى. طب ليه بس كده يا باشا؟ الله ليه بس كمان؟ لا بقول لك ايه؟ انت من الاول رايح مالكش وجود معانا، ارجع مالكش موجود هنا، تلم هدومك وتمشي. لو رجعت لقيتك موجود انت حر، هدفنك بالحياه. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. القرف اللي احنا فيه ده، كل واحد عنده 100 لسان. تعرف فين تروح له؟ الحمد لله، كنت فاكره الموضوع ليه علاقه بالمخدرات. مخدرات ايه؟ مخدرات ايه؟ مين قال مخدرات؟ يا فندم ما تاخدش على كلامي لان انا متوتره وده من رهبه الموقف. اعذر صدفه دي اول مره تدخل فيها اسمي يعني وكده. لا مش اول مره، وانت تعرف منين عشان تقول كده؟ طب اظن ان انت دلوقتي مش عايزاني في حاجه. مش عايزاك ازاي؟ والمحامي اللي انت قلت انك هتكلمه لي وجاي في الطريق، ولا انت ما كلمتش حد وكنت بتسرح بيا؟ متهيألي نكمل المحضر ونخلصه. ركزي معايا انا. ما انا مركزه اهو. هو انا عملت ايه؟ انا بسال على المحامي بتاعي واظن ده حقي القانوني. ولعلمك يا فندم انا اللي حوجني للمحامي بتاعه ان انا المحامي بتاعي مات. الله يرحمه، ده انا كان معايا محامي كمل. الله يرحمه. ما تقلقيش، المحامي بتاعي جاي في الطريق وهيعمل اللي لازم. طمني. نشوف. استاذنك يا فندم، بس ممكن صدفه ما تباتش في الحجز عشان ما تتبهدلش. لا احنا عنينا هنبيتها في الVIP. تسلم. خلي بالك من نفسك. ألف سلامة بيه. ده مش جبان. مين ده اللي جبان؟ هو جبان. اتخلى عني في اول مطب وقال جاي يخطبني، قال وفاكرني هاكل من المحن ده. خلي بالك من نفسك. انت ايه رايك يا فندم؟ انت لو مكاني تكمل معاه بعد الموقف ده ولا لا؟ أنا وجهة نظري يعني إن فترة الخطوبة دي مهمة جدا عشان تقربوا من بعض أكتر، وبعدين الراجل شكله بيحبك. وأنا حاسس إن أنتوا لو قربتوا من بعض أكتر التفاهم بينكم هيزيد. وعارفة؟ لما كمان لما بتكلم معاكي في الموضوع ده ليه؟ أنا مالي؟ هو أنت بنت أختي؟ ما تخلينا في اللي إحنا فيه، أنت جاية في مصيبة. البنت اللي أنت اديتيها الدواء اتنقلت على المستشفى بسببك. يا حبيبتي، هي رنا دخلت المستشفى؟ رنا دخلت المستشفى واحمدي ربنا انها خرجت منها. طب الحمد لله، الحمد لله ان احنا اطمنا عليها. طب الدكاتره قالوا ايه؟ ايه سبب الوجع اللي في بطنها اللي ما بيروحش خالص؟ كل شويه اقول لها روحي اكشفي روحي اكشفي، تقول لي اصلا ماما مش فاضيه، اصلا بابا مش فاضي. انا مش عارفه ايه اولياء الامور اللي ما ياخدوش بالهم من عيالهم دول. اهو باباها اللي مش فاضي ده عمل لك محضر وبيتهمك فيه انك انت كنت عاوزه تقتلي بنته. اقتلها؟ انا؟ طب انا راضيه ذمتك وضميرك.
ده منظر واحده تقتل؟ وبعدين حتى لو انا مدرسه سيكوباتيه وقتلت قتله، يعني انا هقتلها ببرشامه هديها لها قدام العيال في الفصل كله؟ ما تقول كلام غير ده. يعني حضرتك برضو خبره وعارف وياما قعدت مع قتالين قتله، هو في ايه بالظبط؟ في طرق اذكى بكتير قوي قوي لو انا عايزه اقتلها. وبعدين انا لو عايزه اقتلها ده انا حويطه قوي، انت ما تعرفنيش. طرق زي ايه بقى؟ بغض النظر مش ده موضوعنا دلوقتي يا فندم. انا طب انا هوريك دلوقتي ثانيه واحده. في ايه؟ ادي الشريط اهو، ده الشريط اللي انا اديتها منه حبايه، شريط مسكن عادي جدا. انا هسف لك الشريط دلوقتي. بتعملي ايه يا مجنونه؟ هاتي البتاع ده. علشان اثبت لك تجربه عمليه انه ملوش اي ضرر. مش عاوز اشوف تجارب ولا زفت. لو سمحت انا مش متهمه عند حضرتك عشان تشخط فيا كده. لا متهمه، واعترفتي بنفسك دلوقتي حالا انك انت السبب في نقل البنت على المستشفى بسبب الدواء اللي انت اديته لها. عشان كده هتحفظ عليكي لحد الصبح وبعدين اعرضك على النيابه. ماشي، تحفظ عليا. على فكره انا ما عملتش حاجه، واثقه من نفسي ان انا بريئه. اروح النيابه واروح اشيل النيابه، يعني ان شاء الله هطلع منها على طول. ان شاء الله. بس انا عندي شرط. خير؟ اروح النيابه بدري وامشي قبل الساعه 11:30 عشان الساعه 12:15 بالدقيقه عندي حصه في ثالثه رابع، وانا طول عمري ملتزمه في مواعيدي. عينيا حاضر، ما تقلقيش، انا هحجز لك في النيابه اول ميعاد، الحصه الاولى خلصي وبروحي على الحصه الثالثه. احنا هنهزر؟ ده لو النيابه افرجت عنك اصلا. وما تفرقش ليه؟ ما تفرقش ليه يا فندم؟ بقول لك انا مظلومه وما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. قول ان شاء الله كده وقدم المشيئه وكل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. ماشي. وحرصا على وضعك الاجتماعي يعني كمعلمه فاضله هخليكي تباتي في الاستيفا، مش هبيتك في الحجز. تشكر يا فندم، والله حضرتك كلك ذوق واخلاق وادب واحترام. حضرتك برج الميزان صح؟ مع اني ما بحبش الاستثناءات ولا بحب الوسايط والكلام ده، بس ماشيها المره دي. متشكر قوي. انا هتصرف يا استاذ امين وباذن الله خير. ربنا يستر، ربنا يستر. متشكر، تعبناك. تحب اجي معاك؟ لا خليك عشان المحامي لما يجي. ماشي، ربنا يعينك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا حبيب امك، ما تقوم تروح يابا، اخواتك قاعدين لوحدهم في البيت. هما مش صغيرين برضه يا ماما. وانت قعدتك هنا هتعمل ايه؟ مش لما نشوف هيعملوا ايه معايا الاول؟ يا دي النيله، ما انا قاعده انا وابوك، ما تقوم بقى بطل اسمع الكلام بقى. طمنيني، عملتي ايه؟ حنان انا هموت من جوع، مش قادره هفتنى، ما اكلتش حاجه من الصبح، حاسه ان هيقع من كده سلامتك، ضغطي هو. حبيبتي صاصه بقول لك ايه، روح على البيت بقى كده، هات وجبه وتعالى بسرعه على خالته الله يخليك. ثواني، يعني انت مش هتروحي معانا البيت؟ تروح معانا ازاي يا حمار انت ما سمعتش طارق بيه قال ايه وهو ماشي؟ طارق بيه ده طلع فيستك، سقط في اول امتحان. ما تصدميش الراجل يا صدفه، طارق بيه راح يعمل الصح. اللي هو ايه بقى الصح ان شاء الله، عشان انا مش عارفه. طالما طمنت على رنا بنت حضرتك والدكتور الحمد لله قال انها كويسه، فما فيش داعي للمحضر اللي اتعمل. مفيش داعي ازاي يا استاذ طارق؟ اذا كان الدكتور نفسه هو اللي قال لي لازم تعمل محضر. ايوه عشان الدكتور ما يعرفش ايه الدواء اللي رنا خدته. بس انا قلت له ان الميس ادتني مسكن. يا حبيبتي هو فعلا مسكن وكل الناس بتاخده عادي، يعني اكيد يا جماعه هي مش قصده انها تضر رنا. انا عارفه والله يا عم، بس هي مش دكتوره عشان تدي بنتي دواء من دماغها. وبعدين بقى بنتي عندها حساسيه من ادويه معينه. يا فندم هي لما لقت رنا تعبانه حاولت تساعدها مش اكتر. تساعدها ازاي؟ طب هو فعلا لو دواء مسكن فين مفعوله؟ ده انا رجعت البيت يا استاذ طارق لقيت البنت مرميه على الارض بتصرخ من الوجع. استاذ عبد الله، تفتكر الميس اللي بتدرس لبنتك هتكون قصدها لا قدر الله ان هي تضرها او تديها حاجه تاذيها؟ مفيش حد مضمون يا استاذ طارق، الناس بقت وحشه جدا. وبعدين بقى احنا مش هنتنازل عن المحضر اللي احنا عملناه. وانا بكره الصبح هروح المدرسه مع رنا وهنقلها من الكلاس بتاعها وهبعدها عن اللي اسمها صدفه دي خالص. لا يا ماما مش عايزه اتنقل. بس يا رنا مش هسيب صحابي اللي معايا من كيجي. اسمعي الكلام يا رنا. لا يا بابا، مش صدفه مش مؤذيه، دي طيبه وجدعه وبتحبني. خلاص يا عبد الله، خلاص عشان خاطر رنا، واكيد اللي اسمها صدفه دي اتعلمت من غلطتها، وكفايه قرص الودن اللي هي اتقرصتها. بس اعمل حسابك لو استقصدت بنتي ولا حطيتها في دماغها انا مش هسكت لها. يا ماما هتستقصد مين؟ دي مش صدفه اغلب من الغلب. هرد طبعا المحامي بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا استاذ مصطفى، وصلت الاسم ولا لسه؟ لا المحضر ما طلعش بخصوص البنت المدمنه. مدمنه؟ انا هاجي لك ومعايا صاحب البلاغ، مسافه السكه. مع السلامه.
ايه حكايه البنت المدمنه دي يا استاذ طارق؟ ايه حكايتها؟ ايوه مين البنت دي؟ هقول لك واحنا في الطريق. انا مش هتنقل من هنا الا ما اعرف ايه حكايه البنت دي، وهل هي فعلا مع بنتي في المدرسه ولا لا؟ يا استاذ عبد الله انا ما اعرفش، انا كنت فاعل خير مش اكتر. انا وديت البنت التعبانه المستوصف ومشيت، لا اعرف اسمها ولا اسم ابوها. اما نروح الاسم هتفهم كل حاجه. يلا بينا بعد اذنكم. اتفضل روح مع عبد الله وابقى طمني. طيب اوكي. طب ترجع اقول لك واحده يا احمد. ارجع لك يا فوفي يا حنين. طب خد بالك يا حنين، الروش طبع على القميص. هو يعني ايه يعني ايه يا فؤاد؟ انت لو روحت بالطريقه دي هاله ممكن تعلقك. لا معلش يا حبيبي، لا معلش، اللي بيتعلقوا دول ناس غير فؤاد، ناس صحابنا كده. انت فاكرني منهم من اللي بيترعشوا قدام مراتاتهم وياخدوا على دماغهم ويقفوا ساكتين؟ لا، انا قلت لك من زمان اتعلم من استاذك، اللعبه كلها في السيطره. تسيطر يبقى الجواز ده جنه، ما تسيطرش يبقى ميزو. يا عم مهما سيطرت يعني مفيش ست هتقبل على نفسها ان جوزها يرجع لها وقميصه عليه روج. تصدق زعلتني منك يا ابني، ما انا شرحت لك قبل كده الحكايه دي بتتحسم بدري بدري. انا حسبتها بقى من تالت ليله جواز. خد يا بنت الناس، انا ده نظامي ودي حكايتي ودي ظروفي. موافقه موافقه، مش موافقه الباب يفوت جنبي. طبعا زمزقت في الاول. وبعدين الخوف. عايز تعيش سلطان والست ما تسالكش دي مين ورايح فين وجاي منين، لازم تبقى خايفه منك ومش ضامنه رد فعلك. يعني مع اول كلمتين مش عاجبينك تلاقي قلم نازل يرن، كوبايه في وشها، مشط على السريع كده، فاهم؟ تجيب لها اغلى حاجه عندها وتنفضها لها على الارض مرتين ثلاثه هتمشي زي القلب. وهي ايه اللي يخليها تستحمل الكلام ده؟ ما هي ممكن تطلب الطلاق. تمشي يا بابا، تروح تيجي واحده غيرها. بقول لك ايه، هي كده الحكايه لازم تاخد كده من اولها. بص، ده الفرق بيني وبينك، كنت عشان كده ناقصك دروس كتير. ايه ده؟ ايه الحق يا حامش؟ واخد بالك. ايوه. ايه ايوه دي؟ ما ترد عادي. هو انت لازم تاخد على دماغك عشان ترد بأدب؟ ايه بس انا قلت ايه؟ انت مش فاهمه اصلك. انا معايا واحد مستثمر واخده عشان اتعشى بيه وحاول كل حاجه على التفاصيل يعني لما نروح. طب استنى معايا ما تقفلش. في ايه تاني يا نصر؟ انا بقول يعني اقصر الشر واخد بعضي واروح البلد بدل ما الباشا هيجي ويلاقيني. مش انا قلت لك اتهبب على عينك واقعد؟ كلمتي هنا هي اللي بتمشي. مش عايزه رغي كتير. اهو معايا اهو على التليفون وسامعني. يلا اتفضل روح على اوضتك. اسمع، بعد ما تخلص الزفت اللي انت فيه كلم بنتك منار في التليفون، ماسكه في خناق جوزها، فاكراه اشتكالك منها. ايوه بس الحقيقه الراجل ما عملش كده. طيب بصي، بكره الصبح باذن الله هعدي على منار عشان مش هينفع الكلام ده دلوقتي، والراجل المستثمر اللي انا طيب هحكي لك على كل التفاصيل لما. مساء الفل يا عم الشباب. الله يخرب بيت امي دي ليله. يعني انت بروح اهلك سايب اماكن السهر كلها وجاي تسهر في المكان اللي انا فيه؟ صدفه وحياتك. نسيت اعرفك، اروى صاحبتي. هاي هاي يا حبيبتي. بابا. اخلص، هو قصده يعني انا عمه الصغير في مقام بابا. ما تاخد الحته الاندر ايدج اللي معاك دي وتخلع من هنا وهشوفك. حاضر، بس بعت لي 10 على الانستا بايه؟ يا ابني كده يبقى تشمش نفسك ايه؟ وخلي بالك من الروج اللي على الياقه. مالكش دعوه، انا هبقى اروح اغير بعد كده وراح. انت مالك انت؟ كلمه تطلع لامك ولا لاخواتك هتضحك. هو انا صغير؟ طيب. ده انا الصندوق الاسود بتاعك. انت العمل الاسود بتاعك. طب اقول لك ايه؟ خد الحته اللي معاك دي واشربوا لكم حاجه كده عشان قاعد مع واحد صاحبي هناك، وبعد كده تاخدها وتتكل على الله. حاضر. يلا مع السلامه. يلا يا قرب. باي باي يا انكل. باي باي يا حبيبه انكل. ده كلام ده.
غزاره في الانتاج، سوق في التوزيع. شفت السيطره؟ لا شفت السيطره. شفت. حد يقول لي ده يا ابني؟ شفته، اتخضيت؟ اتربيت؟ بصراحه لا. ولعلمك هيقول لامه، ولا يفرق معايا هو ولا امه. صحيح، بقول لك كرنيهات النادي استلمتهم لك المره اللي فاتت. حلو ده. اصلك سبتني كده واحنا قاعدين بنلعب تنس طاوله وطلعت تجري ورا البنت اللي جت اتكلمت معاك دي. الا قول لي، انت عرفت هي مين ولا عايزه ايه؟ بس هعرف قريب قوي كمان. قلة المزاج دي يا صاصة، فين المخلل يا ابني؟ معلش يا اختي، اصله نسي، اصل انا صربعته. اخصى عليك يا صاصة، كده برضو تنسى المخلل لخالتك. خد هنا يلا. هي الولاد طلعت معاك الشقة؟ الشقة. يا نهارك اسود، اخواتك كانوا فين؟ هيكونوا فين يعني يا ماما؟ في البيت اكيد. طبعا وانت راجع ركبت وراك على المكنة. لغاية ما جابت الفرد على الأرض. هي الولاد دي عايزة منك ايه؟ انتوا بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تشغلوش بالكم باي حاجه، كفاله موجوده، محامي مدفوع. لا انا سداده من جنيه المليون. خد يا صاصه، خلي دول معاك. جرى ايه يا نجوى، في ايه؟ وانا ادفع كفاله ولا ادفع غرامه؟ ليه انا ما عملتش حاجه. بقول لك ايه يا حبيبتي، خلي فلوسك في جيبك يا اختي، مستوره الحمد لله. الحمد لله، مفيش نيابه خلاص، طارق بيه حلها. كل حاجه اتحلت يا صدفه الحمد لله. اطمني. تصدقي ابتديت اغير وجهه نظري فيك. لا ده انت مش هتغيري وجهه نظرك فيه وبس، ده انت كمان لازم تغيري وجهه نظرك في اللي بتعمليه مع اللي ما يتسمى. هنفضل نلوك طول الليل؟ ما تسيبيني يا حنان، ما تسيبيني انام لي ساعتين، انا خلاص دماغي هنجت والسلوك دخلت في بعض، ودقيقه واحده الفولت هيعلى وهتبقى ضلمه علينا كلنا. تضلم تنور، انا مش هسيبك الا لما اجيب المصحف وتحلفي لي عليه. لا يا حبيبتي خليكي قاعده عشان مش هحلف. تبقي بتضيعي نفسك يا صدفه، ده راجل مؤذي ومش بعيد لو عرف انت مين هيلبسك مصيبه ولا يقتلك عشان يخلص منك. بقول لك يا حنان، فكك مني وقصري الليله دي، خليها تعدي، وروحي يا حبيبتي ركزي في طبيخك وعيالك وجوزك. عشان خاطري يا صدفه، انت غلبانه وبتغرقي في شبر ميه. بصي كبري دماغك من الموضوع ده وبصي لمستقبلك. وبعدين ده ربنا استجاب لي دعايا انا وامك الله يرحمها، وبعت لك واحد زي الفل، عريس اي بنت في الدنيا تتمناه، راجل كده ايه من السما. هو احنا لسه عرفناه؟ عشان نقول ايه ولا مرايه؟ لا ايه، هو جواب بيبان من عنوانه يا صدفه. ده هو ساب الكارت بتاعه الامين، وان شاء الله من صباحيه ربنا امين هينزل يتطقص ويسال عنه ويجيب لنا المفيد كله. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا حبيبتي. استني بس، انا مش هسيبك الا لما ايه يا حنان؟ لما ايه جبتي اخري؟ جرى ايه يا حنان؟ بصي بقى، عشان تبطي وترتاحي وتشدي بلاستر على بقك وما تفتحيش معايا الحوار ده تاني، الراجل ده انا مش هسيبه في حاله، ايه رايك؟ ومفيش قوه في الدنيا هترجعني عن اللي في دماغي. وتفضلي بقى شدي الباب وراكي وتصبحي على خير. ساتر لوك 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 لوك، الواحد مش عارف ينام ساعتين في البيت ده، ريحة قرف. عارف بعد ما طلقتها وانا قفلت من الدنيا كلها. كمل يا استاذ ايهاب، انا سامعك كمل. لا قادر اروح شغلي ولا قادر اقابل حد ولا اتكلم مع حد. انت عارف يعني ايه واحده بعد كل اللي عملته معاها تتخلى عنك؟ عارف طبعا، بس انت كمان لازم تبقى عارف ان ده امر طبيعي وبيحصل كتير وكل يوم كمان.
ولازم تفهم كمان يا هيثم ان دي فتره وهتعدي. احنا بقى على قد ما نقدر عاوزين نقصر الفتره دي. لما تجيلي الجلسه الجايه هعرفك بمجموعه فيهم ناس مروا بنفس التجارب اللي انت مريت بيها بالظبط، بس الموضوع بالنسبه لهم بقى ماضي وبداوا حياتهم من جديد، زي ما انت كمان لازم تبدا حياه جديده. ايوه ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. رايحه فين؟ استني بس بحلاوتك دي. هو اللي بيروحوا الجيم بيبقوا عاملين كده؟ مالك؟ متعفرطه ليه؟ تعالي بس، انا عايز احكي لك عن النخع اللي بينخعه باباكي. قعد يكذب امبارح بالليل كذب عليا، يا نهار اسود. بقول لك ايه، اسكت عشان هو قال لمامي حاجه موتراني جدا، لسه عارفاها وانا جايه. قال لها ايه؟ في واحده راحت له النادي وقالت له ان انا مصاحبه، وقالت له كمان انها تعرف ادهم. يا نهار اسود. هي البنت دي قالت له كده؟ انت شفتها؟ ايوه شفتها. البنت دي جات لنا واحنا في النادي وقعدت تتكلم مع باباكي، حتى هو قال لي انه ما يعرفهاش وما قاليش هي قالت له ايه. دي مين دي يا معتز؟ وتعرفني منين؟ بقول لك ايه، احنا لازم نبطل نتقابل خالص اليومين دول لحد ما نفهم ايه الحكايه. طب اهدي بس اهدي، خلينا نعرف نفكر عشان ما تحصلش كارثه. الكارثه حصلت خلاص. بقول لك في واحده بتهددني وعارفه عني كل حاجه، وراحت حكت لبابايا، ومش بعيد تروح تقول لادهم ومراتك كمان. طب ما تقلقيش، ده البواب بعته يشتري حاجات. خش انت جوه. واد، يعني البنت طلع كلامها صح، هي بس نسيت تقول لي صاحبك مقرطصك. يا فؤاد استنى، اركن على جنب دلوقتي، حسابك بعدين. طب استنى يا فؤاد، استنى خليني اشرح لك بس. بلاش الوقفه دي، مش عايزه اشوف حد في الطرق. او انتوا قلت 100 مره ما بحبش الاختلاط. ايه بتتمشوا على النيل؟ شعرك المبدور ده تلميه. خش جوه. هو احنا في نادي ولا في مدرسه؟ مش صدفه. انا اسفه، ما تزعليش مني. وهزعل منك ليه يا زئرده يا مفعوصه؟ مش زعلانه ولا حاجه، المهم ان انت بقيتي كويسه. مش قوي، لسه برضه بطني بتوجعني. سلامتك. طب ده انا المره دي عندي ليكي حبايتين هيجيبوا من الاخر. امشي من هنا. انت فاكره الرياله نازله؟ هو في ايه؟ هو بعد اللي حصل ده انا لو شفتك بتموتي قدامي. يلا على فاصلك، يلا يا رنا. مش صدفه. يخرب بيت مش صدفه، واللي جابه مش صدفه. في ايه يا رباب؟ عماله توري ورايا في المدرسه، عايزه مني ايه؟ رندا مش لاقيينها من امبارح، ومامتها قلب عليها الدنيا. بيقولوا ان هي اتخطفت. اتخطفت؟ بيقولوا كده. لا طالما بيقولوا يبقى في حوار. وانا ورايا حاجه مهمه اعملها. بقول لك ايه، هرجع لك اناديلك في فيمتو ثانيه تبقي قدامي. حاضر. بنتي يا رباب، انا عندي ليكي خبر، انما ايه بس بعدين الاول ما تحكيش حاجه لحد. انت عارفاني يعني، من عادتي مش بحكي حاجه. عارفه البت اللي انت اتخانقتي معاها امبارح في الحمام؟ مالها؟ طلعت ضريبه. انت بتتكلمي بجد؟ يلا يا نجمه التيك توك، ورينا هتعملي ايه. خبر
جاي لحد عندك ببلاش. سيبونا بنات لوحدنا، يلا قومي. اوكي. هو انا ما قلتلكيش ان مدير المدرسه خصم لي يومين بحالهم عشان وديتك المستشفى؟ وبعدين عايزه مني ايه؟ 5000 جنيه وهردهم لك اول الشهر. هو ايه اللي عايزه منك ايه دي؟ انت هيتعاز منك ايه؟ هيتعاز منك ايه يا فاشله يا صايعه يا ضايعه؟ ده انت يا بنت ما شاء الله عليكي بتاخدي السنه في 2 و3. زمايلك اللي كانوا معاكي زمانهم دلوقتي على وش جواز. الا قوليلي بيسالوا عنك ولا ما بيعبروكيش؟ اصل انا لو مكانهم ما عبركيش ما انت تعري. ما تسيبي الزفت اللي انت بتعمليه ده، كلميني زي ما بكلمك. انت فاكره نفسك ايه يا بنت؟ انت فاكره نفسك ايه؟ ده انت كلبه كلبه لولو كده صغيره وحلوه ومش صعبان عليكي نفسك، مربوطه من رقبتك ومجروره كده، واللي جرك بقى النيله اللي انت بتسفيه. خلصتي؟ انا بقى مش عايزه اسمع نصايح منك ولا مستنيه رايك فيا. ابعدي عني عشان انا داون دلوقتي. انت ما بتعرفينيش. لا عارفاكي، عارفاكي عز المعرفه، عارفاكي وعارفه ابوكي وعارفه امك واخوكي واختك منار وجوزها ادهم، ومعايا ارقامهم وعناوينهم. يعني لو عايزه اسلمك تسليم اهالي هسلمك، وهم بقى يتصرفوا معاكي. انت بتتكلمي عشان الدراجز؟ لا ارتاحي، انا بطلت خلاص. بطلتي صح؟ بقى مرت امبارح. لا ما هو دي طريقه علاج، انت مش فاهمه. انت بنت شايفاني دق عصافير على قفايا ولا ايه؟ افتحي جوجل وانت هتعرفي ان ما ينفعش حد يبطل مره واحده. طبعا طبعا، دكتوره قد الدنيا وبتعالجي نفسك، ما انت متفوقه دراسيا. امال عايزاني اعمل ايه؟ اروح مستشفى واجيب لنفسي مصيبه؟ مين قال كده؟ يا بت انا هفضل معاكي، انا هاخدك عند دكتور او دكتور اللي يريحك، اللي هنرتاح معاه هنكمل، وتفضلي بقى تتعالجي وانا هتابع معاكي خطوه بخطوه، محدش هيعرف حاجه خالص. يا ستي شكرا، انا بعالج نفسي بنفسي ومش محتاجه لحد. طب صلي بينا على النبي يا فرح. قولي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هي كلمه واحده ومش هتنيها، كلمه ورد غطاء تحطيها كده حلقه في ودنك. انا لا هيغمض لي عين ولا هسيبك في حالك ولا هسيبك تتهني غير لما تبطلي الزفت ده، ويا انا يا انتي. استبينا استبينا. طب بقول لك ايه؟ انا موافقه، لو عايزه تساعديني بجد انا هقول لك تعملي معايا ايه بالظبط، بس الاول تقولي لي انت عارفه عني كل حاجه ازاي وعارفه عيلتي منين. هو انا ما قلتلكيش مش تباركيلي؟ مش انا اتخطبت لواحد واصل قوي 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 في امن الدوله وبيجيب لي كل المعلومات اللي انا عايزاها؟ قشطه. طارق، انت فين من امبارح؟ بابا كان بيسأل عليك. محدش كلمني ليه؟ هو انت المفروض حد يكلمك؟ وبعدين الشركه دي بمواعيد، ولا انت ناسي انك موظف هنا؟ طارق انا بكلمك. حازم اوعى خالك يصور لك ان انت مدير عليا. انا هنا زيك، انا شريك ابوك ونصيبي قد نصيبه. ازيك يا عمي؟ اهلا. ازيك يا طارق؟ ايه فينك مختفي ليه؟ ولا مختفي ولا حاجه، انا قلت اسيبك تفكر كده وتعيد حساباتك وتشوف هتعمل ايه. اعمل ايه في ايه؟ انت مجنون يا ابني. هو انا لما اطلب حقي ابقى مجنون؟ تطلب حقك من ابوك يا طارق؟ ابويا مات من زمان، مات وانا عندي 4 سنين. الله يرحمه. وانا قصرت؟ عمرك طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا؟ ما انت بتقول لي لا اهو. بقول لك لا عشان انت عايز تهد الكيان اللي جدك الله يرحمه بناه من 50 سنه، وانا وابوك فضلنا وراه لغايه ما كبرناه.
لحد ما بقينا اكبر شركه مقاولات في مصر. هو لما اطلب حق ونصيب ابقى عايز اهد الكيان، ولا عايز نفضل ساكت وحاطط ايدي على خد لحد ما يجي ابنك يكوش على كل حاجه يقول لي اتكل على الله مالكش حاجه عندي؟ ابني مش حرام يا طارق، وانا مش نصاب، وعيب لما اتكلم عمك بالطريقه دي. انا اسف يا عمي، اسف. حلوه الطريقه دي؟ ممكن بعد اذنك اخد حقي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما بقالنا سنين يا ابني شغالين مع بعض والدنيا زي الفل، واللي انت عايزه بتاخده، عمري ما سمعت لك صوت. ايه اللي جد عليك؟ اللي جد ان انا عايز اتجوز. يا سيدي الف مبروك، شاور انت بس وانا بكره هاجي اخطبها لك. لا يا عم ما تتعبش نفسك، انا محتاج ارتب اموري الاول، اخد نصيبي واعمل مشروع خاص بيا. انت يا بلا صدفه؟ لا. اه لا ولا خلصيني. مش انت ولعه؟ انا ولعه، وطفيني لو عايزه. بيتك يا فرح. احلى مسا. امسك خد فلوسك اهي. لا خدي انت مستعجله ليه كده؟ ايه التوتر ده؟ لا الحاجات دي تتاخد بالراحه، واحده واحده على نفسك. خلي بالك عشان دي مستورده يعني جامده. لا حس كده بقى، انا محتاجه افهم، وهو ده بقى بيتشرب ولا بيتحقن ولا بيتشم؟ لا انت المره الجايه اجيب لك كتالوج التعليمات. يا نهار اسود، في ايه يا ابني؟ ما ترد عليا وانا بكلمك كده، انا مش بسالك سؤال دلوقتي. استنى يا عم، هات لي البنت. لا والله العظيم، والله طبعا انا لو حلفت لك على الميه تجمد ان انا جايباه علاج مش هتصدقني، صح؟ فاتفضل حضرتك وانا وراك على البوكس.